طفل عريان فقد القدرة على المشي بعد 500 يوم محبوس. أنا مكاوي هقدم لكم حكاوي مكاوي. الحكاية بدأت من قرية صغيرة اسمها هاجنباخ موجودة في فرنسا قرب الحدود مع سويسرا. شخص بيسمع صوت طفل خارج من شاحنة فان واقفة في الشارع. كلم الشرطة وما كانش متوقع اللي هيشوفه جواها. الشرطة جت وفتحت الشاحنة، لقوا طفل صغير عنده 9 سنين، عريان، متكوم زي الجنين، فوق كومة من الزبالة وجنبه فضلاته. الطفل ده كان محبوس جوه الشاحنة دي من نوفمبر 2024، يعني تقريبا سنة ونص ما شافش الشمس. ومفاجأة، الطفل اتنقل للمستشفى والأطباء اكتشفوا إنه نسي إزاي كان بيمشي. طفل كان بيجري ويلعب ومتفوق دراسيا، دلوقتي مش قادر يقف على رجليه. طب فين صحاب الطفل وأهله؟ صحابه وأهله كلهم كانوا مطمنين. أبوه ومراته كانوا قايلين لهم الولد في مصحة نفسية بيتعالج، وكان قايل للمدرسة بتاعته إنه اتنقل لمدرسة تانية. الشرطة قبضت على أبو الطفل وقال في التحقيقات إنه حبس ابنه في الشاحنة علشان يحميه، لأن مراته كانت عايزة توديه مستشفى أمراض نفسية. المدعي العام قال إن مفيش أي سجلات طبية بتشير إلى إن الطفل كان بيعاني من أي مشاكل نفسية. هو وجه تهمة الخطف والإيذاء لأبو الطفل وأمر باعتقاله، ووجه كمان لزوجته تهمة الإهمال في مساعدة قاصر في خطر، رغم إنها أنكرت معرفتها بالحادث. قصة لو اتحولت لفيلم هنقول إن المخرج بيبالغ.